هو مين وسام ابو علي ده؟ لا بجد، مين وسام ابو علي ده؟ ايه حته الجوهره اللي جات لنا الاهلي دي؟ ايه حته الكريز اللي جات لنا النادي الاهلي دي؟ ايه الفتى الذهبي اللي جالنا النادي الاهلي؟ هو في مهاجمين كده؟ طب احنا بنشوف الكلام ده دايما بس في الدوريات الاوروبيه، بنشوف المهاجمين السوبر في الدوريات الاوروبيه، لكن احنا لما يبقى عندنا مهاجم سوبر بالشكل ده، يبقى اول حاجه نشكر الاداره، نشكر فريق السكاوتنج، نشكر كولر، نشكر العين اللي اختارته، نشكر كل من ساعد على هذه الصفقه، نشكر وسام نفسه، نشكر محبته للفريق. لكن يا جماعه اللي بيعمله ده يعني انا ما كنتش متخيل بصراحه ان ممكن يجي في النادي الاهلي او في اي فريق في مصر، يعني في الدوري المصري يبقى بهذا المستوى ده. حتى جميع المحترفين اللي جم الدوري المصري على جميع اشكالهم، انا ما شفتش حد بالشكل ده. طبعا احنا كان عندنا وليد ازارو كان برضو عامل مستوى هايل جدا جدا جدا، لكن وسام ابو علي يا جماعه في نص موسم او لسه حتى النص موسم ما كملش، يعني هو جاي في شهر واحد، في موسم الانتقالات بتاع شهر واحد، يعني في خلال 18 مباراه يدخل 18 هدف، يسجل 18 هدف ويصنع 6، يعني 24 مساهمة تسجيلية. ده معدل عالي جدا جدا جدا. بصراحة تسلم العين اللي جابته واللي اختارته، والف مبروك النهارده الفوز على النادي المقاولين 4-0. كان بصراحة مباراة ممتعة، فيها لعب وفيها فن وفيها هندسة وفيها كورة وفيها روح حلوة ما بين اللعيبة وبما اننا اتكلمنا على وسام ابو علي واتكلمنا على مباراة النهارده واتكلمنا على الادارة وشكرنا الادارة، طبعا كل مكان بيبقى فيه الكويس وفيه السيء. انا بس مش هتكلم على حاجة سيئة بمعنى الكلمة، بس عايزين نعرف من الادارة او حد يوضح لنا هو في ايه دلوقتي حاليا في اوضه اللبس مع اللعيبه. يعني دلوقتي فتره انتقالات، احنا داخلين على كاس العالم للانديه 2025، معنى ان احنا داخلين على كاس العالم للانديه بجوائزه الكبيره قوي دي، جوائزه العاليه قوي دي، معنى كده ان احنا محتاجين لعيبه سوبر في اماكن معينه وفي مراكز معينه. وما ننساش ان الجيل اللي معانا ده جيل ذهبي، يعادل الجيل الذهبي ايام وائل جمعه وابو تريكه ومحمد بركات وعماد متعب والناس الحلوه دي كلها. محدش يقول لي ده اقل منهم، والله العظيم الجيل اللي معانا ده بالانتصارات وبالارقام اللي محققينها هم يعادلوا الجيل الذهبي بتاع ابو تريكه وائل جمعه وعصام الحضري وبركات والناس الجميله دي. والجيل ده مش واخد حقه، والجيل ده بجد مش واخد حقه. احنا بس كله طالع ينتقد لما بيشوف حاجات سلبية، لكن لما بيشوفوا حاجات ايجابية محدش بيتكلم عنها كتير. فانا بس عايز اتكلم على نقطة الانتقالات في الفترة دي. احنا دلوقتي في فترة حساسة جدا جدا جدا، وهي دي تعتبر الفرصة الأخيرة عندنا عشان خاطر نجيب لعيبة سوبر ونعمل ترتيباتنا ل 2025 عشان يلحقوا يندمجوا مع الفرقة ويلحقوا يتدربوا وكلام من ده. خلاص احنا 2025 كلها كام شهر وهتبدأ، وكأس العالم للأندية كلها كام شهر وهيبدأ. فبالتالي انا عمري ما بتكلم على صفقات وعمري ما هتكلم على صفقات، دايما بستنى لحد لما النادي يعلن وبعد كده بنعلن خلاص، او بنتكلم بنقول راينا في الصفقه، او حتى من غير ما نقول راينا احنا واثقين في النادي بتاعنا، بصرف النظر عن بعض الاسقاطات اللي كانت حصلت زي موديست وميكيسوني والكلام ده. بس ماشي، يعني كل شيء وارد، وكل نادي بيبقى فيه الكويس والوحش، وكل نادي بيبقى فيه التوفيق وعدم التوفيق. هنقول دي كانت نقطه، كانت مرحله عدم توفيق ايام ميكيسوني وايام سافيو وايام اسمه ايه ده موديست والناس دي. طيب بس ليه عمالين نفرط في اللعيبه بتاعتنا، اللعيبه الاساسيه اللي هي اللعيبه المهمه اللي هم زي ما بنقول كده من الجيل الذهبي، او اللعيبه الجوهره بتاعتنا. يعني مثلا سامعين عن كهربا هيمشي، هنقول كهربا مستواه الفتره ديت متذبذب شويه، شيء طبيعي وشيء وارد وبتحصل لاي لاعب، لكن ما نفرطش في الناس. هنتكلم على سامعين قفشه عايز يمشي عشان كولر مش عارف في مشكله معاه، سامعين ان تاو هيمشي، سامعين ان عارضين عبد المنعم للبيع، سامعين ايه يا جماعه السوليه هيمشي، اليو ديانج مشي اوريدي. يعني قبل ما نمشي اليو ديانج اللي هو كان يعتبر اقوى خط وسط في افريقيا كلها، مش بس في النادي الاهلي ولا في مصر، احنا كنا المفروض نجيب واحد اقوى منه، يعني نجيب واحد اجمد منه، ما نسيبش ديانج. يعني انا واحد من الناس بصراحه معترض على ان ديانج يمشي. اه طلع اعاره سنه وجاي، بس السنه دي هي اللي انا محتاج له فيها اكتر حاجه، يعني انا محتاج له السنه دي اكتر من اي وقت تاني.
أنا محتاج له في 2025، محتاج له في كأس العالم للأندية. هتقول لي عندنا نُص ملعب كويس، إمام عاشور وقفشة ومش عارف ومين ومين، ماشي أنا معاك ومروان عطية، ما أنا معاك، بس ديانج ما يتسابش. ديانج ما كانش يتساب، ما ينفعش يتساب. فأنا واحد من الناس يعني بصراحة أنا مش شايف لها مبرر إن ديانج يطلع إعارة. يا ريته مثلًا طلع بيع بمبلغ كبير يفيد النادي 5، 6 مليون والّا بتاع زي ما كانوا عايزين يبيعوه في الأول. لكن ديانج بصراحة أنا زي حالي زي حال أهلاوية كتير، إحنا معترضين إن ديانج إن يمشي من النادي الأهلي. ومع ذلك خلاص هم قرروا، هم أدرى، هم اللي في المطبخ، إحنا يا دوبك مجرد مشجعين بنشوف من برّه، بس إحنا برضه بيبقى لينا رأي، لإن شايفين ديانج كان مستواه عامل إزاي. رغم إن الفترة الأخيرة ما كانش بيدّي له بسبب الإصابات، لكن لمّا رجع وبقى مستواه رجع استعاد مستواه تاني، لأ ديانج دبابة بشرية زي ما بيقولوا. فطبعًا دلوقتي سامعين كمان عن أحسن مدافع في أفريقيا هيمشي، عبد المنعم. يعني بجد لو مشيتوا عبد المنعم ده كمان يبقى تهريج، ده كده يبقى تهريج، ده كده يبقى في حاجة غلط، يبقى في حاجة غلط في أوضة اللبس. كابتن خالد بيبو لازم يلم الموضوع، كابتن سامي قمصان لازم يشوف الموضوع، كابتن الخطيب لازم يشوف الموضوع. لكن الموضوع كده متساب مثلًا لشخص واحد هو اللي يتحكم في الموضوع كله. كولر على عيننا وعلى راسنا، كولر ممكن تحصل أي مشكلة في أي لحظة وفجأة يمشي. إحنا اللي لبسنا الفرقة ولبسنا الناس اللي مشيت كلها، زي ما كانوا هيعملوا مع أحمد عبد القادر. بنشكر إدارة الأهلي إن هم بقوا أحمد عبد القادر، كان هيعمل كده مع أكرم توفيق بعد الإصابة. ومع ذلك الحمد لله الإدارة ما استغنتش عن أكرم توفيق ولا أحمد عبد القادر. فبالتالي دلوقتي في أخبار عن بيرسي تاو إنه هيمشي، أخبار عن عبد المنعم إنه هيمشي، أخبار عن قفشة إنه هيمشي، أخبار عن كهربا إنه هيمشي. طب يا جماعة، طب وبعدين أمال مين اللي هيقعد في الفرقة؟ إحنا عندنا لعيبة كويسة وبنسمع عن صفقات جاية، بس ما فيش حد بيجي. يعني عمالين نسمع وكل شوية نسمع عن صفقة وفجأة نلاقيها في نادي تاني. نادي الخلود واخد مننا صفقتين من اللي احنا لحد دلوقتي من الخلود السعودي، من اللي احنا كنا خلاص حاطين ايدنا عليهم. ويا ريتها مثلا واخدها بمبالغ عالية. ده واخد يحيى عطية الله ب 500 ألف دولار، يعني بربع المبلغ اللي احنا كنا عارضينه. ومع ذلك هو واخده سنة إعارة بنية الشراء ب 3 مليون. أنا معاك، بس ما هو النادي الاهلي هيخش له ملايين ملايين الدولارات في كاس العالم للانديه. وعندنا بطوله الكونتيننتال، عندنا بطولات كتير، وعندنا بطوله افريقيا. يعني احنا محتاجين مش بس فريق واحد، احنا محتاجين فرقتين ثلاثه عشان الروتيشن. فما ينفعش نستغنى عن السكواد الاساسي بتاعنا وعن الفريق الاساسي بتاعنا دلوقتي. عبد المنعم ما ينفعش يمشي، قفشه ما ينفعش يمشي، كهربا ما ينفعش يمشي، حتى وان كان مستواه اليومين دولت مش قد كده، مش في احسن حاجه. لكن انا دي وجهه نظري ان اللعيبه دي ما ينفعش تمشي في الوقت الحالي. اللعيبه دي لو مشيت احنا كده بندمر الفرقه، احنا بندمر الفرقه وبنصدر يعني طاقه سلبيه لباقي اللعيبه. ان خلاص اللي هيعمل مشكله مع المدرب هيقول له مع السلامه، وهيقعدوا على الرف وهيركنوا مش هيلعبوا. عندنا ناس يعني كريستو واحد من الناس اللي مشيت، اللي انا زعلت ان هو مشي وما خدش فرصه كامله. هتقول لي ما عندوش الجانب الدفاعي، مش ما عندوش كده، ما ده شغل المدرب، ده شغل المدرب. امال هو شغله ايه؟ شغله ان لو هو كويس في منطقه معينه وضعيف في منطقه، يقويه في المنطقه اللي هو ضعيف فيها. زي التلميذ لما بيروح للمدرس بيلاقيه شاطر في حاجه وضعيف في حاجه، بيقويه في الحاجه اللي هو ضعيف فيها عشان يجيب درجات كويسه اخر السنه. هي نفس الفكره. انا لما اكون لعيب كوره كويس في الهجوم وضعيف في المرتدات، ما برجعش مع الفريق. ما انا اتعلم مره واثنين وثلاثه والمدرب لازم يقرص عليه. لكن مش هستبعده خالص، يعني مش هستبعده خالص. طبعا دي حاجه. طبعا الشناوي كمان اللي هو زعلان وما بيرضاش يقعد على الدكه. يا جماعه، انا عارف احساس اللعيب اللي ممكن يبقى زعلان وما بيلعبش، او اللعيب اللي بيتبدل، او اللعيب اللي بيطلع في ربع نص المباراه ولا في الدقيقه 60 ولا 70 ولا 80 وبيبقى متنرفز وبتاع والكلام ده. احنا مقدرين الكلام ده كله، انت بتبقى زعلان عشان ما عملتش حاجه، ماشي. طيب الشناوي انت كابتن الفريق، لازم تبقى قدوه للفريق. لازم ايه المشكله لما تقعد لمصطفى لمصطفى شوبير؟ ايه المشكله يا شناوي؟ انت كابتن كبير وبنحبك وبنحترمك وانت قائد الفريق. ما ينفعش الحاجات الصغيره دي او المشاكل الصغيره دي تخرج منك، ما ينفعش. لكن احنا مش بنصدر مشاكل، احنا بنسمع عن اللي بيحصل. ومع ذلك يعني بنقول وجهة نظرنا، لان احنا عايزين فريقنا يبقى في احسن حال. نتمنى ان كل المشاكل دي تنتهي في اسرع وقت. نتمنى ان ما يكونش في مشكله مع الشناوي، مع كهربا، مع قفشه، مع السوليه، مع تاو. احنا محتاجين كل اللعيبه دي.
تاو بينزل في 10 دقايق بيجيب جون كل مباراة. دي تاني مباراة ينزل فيها 10 دقايق بس بيجيب جون أول ما بينزل، تاني لمسة ولا تالت لمسة. ف ربنا يوفق، ألف مبروك. خلاص باقي على الحلو دقة، يعني الدوري فاضل عليه نقطة واحدة. يعني المباراة الجاية لو تعادلنا، بصرف النظر بقى عن مباريات بيراميدز فريق الطموح ده، احنا لو تعادلنا او فوزنا، اي حال من الاحوال احنا كده ابطال الدوري. ومبدئيا الف مبروك الدوري بشكله الجديد، بنايل اللي هو بالاسم الجديد دوري نايل. الف مبروك للاهلي، الف مبروك للاهلاويه، الف مبروك علينا وسام ابو علي اللي انا مسميه الفتى الذهبي. وسام ابو علي ده انا مسميه الفتى الذهبي. تقول بقى عليه هجام، تقول عليه فدائي، تقول عليه قاطره بشريه، تقول عليه ذكاء اصطناعي، تسميه اي حاجه، هو فتى ذهبي للنادي الاهلي. نتمنى الكلام اللي بدأنا نسمعه عنه، والسعودية عينها عليه وأوروبا عينها عليه، والنادي الأهلي يقول لك أنا أي عرض هيجي لنا هنناقشه. يا جماعة والله العظيم ده لو جاله عرض حتى ب 10 15 مليون دولار ده ما ينفعش نفرط فيه، ده لسه جاي، ده لسه بالسلافانة بتاعته زي ما بيقولوا، لسه بشوكه. ما ينفعش حتى لو جاله عرض كويس نسيبه دلوقتي. احنا داخلين على كاس العالم للانديه، بعد كاس العالم للانديه ابدا فكر في اللي انت عايز تسيبه وتعرضه وتبيعه وتكسب من وراه، ماشي، ده استثمار انا معاك. بس احنا بنأسس دلوقتي عشان كاس العالم للانديه 2025، وعندنا الكونتيننت انت داخل لك ملايين الدولارات جايه لك. فلو فرطنا في اللعيبه دلوقتي، او ما اهتمناش بيهم، او ما راعيناهمش، او ما شفناهمش من الناحيه النفسيه ومن الناحيه الماديه، وراعيناهم من كل شيء، احنا الخسرانين، النادي الخسران. فارجو من اداره النادي الاهلي تفكر في الكلام ده كويس. مش وقت ان احنا نفرط في اللعيبه، لازم نلم اللعيبه مع بعض، لازم نراضي اللعيبه، لازم نحاول نحابي عليهم كده ونخليهم ايد واحده كلهم، عشان خاطر المرحله اللي جايه دي مرحله صعبه. احنا عارفين ان بيلعبوا كل 3 ايام مباراه، ودي مفيش حد في الدنيا بيعمل كده. بقالنا شهرين على الموضوع ده ومضغوطين، او شهر ونص. لكن هم اللعيبه رجاله ولحد اخر لحظه واقفين على رجليهم، وبنحييهم وبنشكرهم بصراحه، يعني عاملين اللي عليهم وزياده. فبالتالي احنا محتاجين لكل فرد، محتاجين لكل شخص. قفشه يعني انا مش عارف قفشه ايه اللي بينه وبين كولر دلوقتي، كهربا ايه اللي بينه وبين كولر دلوقتي. وعايز كمان اللعيبه تكبر دماغها شويه عشان خاطر تمشي امورها. ما برضه مش هنجيب الموضوع كله على الاداره او على المدرب. ما انت شوف برضه انت غلطك في ايه. اللعيب برضه عليه عامل كبير. اللعيب ما ينفعش يبقى كل حاجه نغلط فيها المدرب او نغلط فيها الاداره. لا، اكيد اللعيب برضه له تصرفات او له حاجه ما ينفعش انها تصدر من لعيب كبير زيك. لعيب كبير لازم يكون قد المسؤوليه. ما بتبذلش مجهود، ابذل مجهود. بتتنرفز وبتاع، امسك نفسك وامسك اعصابك. ما تغلطش في حد، ما تشوحش لحد. خليك مبتسم. انا عارف الحاجات دي ممكن تبقى صعبه، بس انت عشان كده انت لعيب كبير. انت عشان كده انت بتلعب في الاهلي، عشان كده انت لابس التيشيرت ده، لابس تيشيرت النادي الاهلي. فبالتالي لازم برضو اللعيبه عليها جزء كبير. لازم اللعيبه تتحكم شويه في اعصابها، لازم اللعيبه تفكر بعقلانيه شويه. اللي عايز يمشي لو هو قرر انه عايز يمشي اهلا وسهلا، خلاص. طالما واحد عايز يمشي وحاطط في دماغه انه يمشي، انا رايي خلاص، يعني ده مش هيديك حاجه. انما لو انت شايفه انه عايز يمشي لمجرد العند، او لمجرد ان عنده مشكله، لا، نحل له مشكلته ونشوف ايه مشكلته ايه. هي دي الاداره الناجحه. فاحنا والحمد لله اداره الاهلي اداره ناجحه في كل حاجه. عندهم بطء شويه في موضوع التعاقدات ولجنه التعاقدات والكلام ده، ماشي. كل شيء، كل مكان فيه كده وفيه كده. وبرضه ما نعرفش الخبايا ايه. ما ممكن النوادي التانية اول ما بتسمع سيره الاهلي بيضرب في 10. وده احنا عارفين حاجه زي كده، بدليل ان اللاعب يبقى رايح نادي ببلاش ولا ب 500,000 ولا بتاع، ويجي عندنا احنا ب 2 3 مليون. احنا عارفين الكلام ده ومقدرين الكلام ده. لكن الحمد لله على كل شيء، والف مبروك مباراه النهارده مع المقاولين 4-0. الف مبروك للهاتريك للقناص الفدائي الفتى الذهبي وسام ابو علي، اللي مشرفنا، اللي 5 مباريات على التوالي ياخد رجل المباراه. ودي على فكره ده ريكورد ما حصلش في الدوري المصري من ساعه ما بدأ. ما فيش لاعب على مستوى الفرق كلها اخد رجل المباراه 5 مباريات متتاليه ورا بعض. الف مبروك. دلوقتي 19 مباراه متتاليه فوز للنادي الاهلي، ريكورد جديد. احنا بنحطم ارقامنا القياسيه، مفيش حد بينافسنا، احنا بننافس نفسنا. ربنا ينتع حبايبنا التانيين كده بالسلامه كده ويطلعهم من الشده اللي هم فيها.
وربنا قادر وكبير وعارف يدّي كل واحد حقّه. ونادي الطموح أتمنى إن هو كمان يكون عرف مقامه كويس وعرف مكانه كويس. وهنعمل حلقة تانية إن شاء الله عشان خاطر موضوع التجاوزات اللي حصلت، اللي لحد دلوقتي لجنة البطيخ بتاعتنا ولجنة العقوبات ما طلعتلهاش أي عقوبات، وما زالت اللعيبة بتلعب، واللعيب اللي ساب بتاع ده أمهات مصر كلها ما زال بيلعب، والدنيا بيس والدنيا جميلة وزي الفل. على العموم مش عايزين نغير الموضوع. شكرا ليكم والسلام عليكم والف مبروك للاهلي، والقادم افضل ان شاء الله. الاهلي دايما منتصرا، الاهلي فوق الجميع. سلام عليكم.